ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. وصفتنا النهاردة من المطبخ التركي، من الحاجات المشهورة جدا في شوارع تركيا، وطول ما انت ماشي هناك بتلاقيها بتتباع في محلات بطرق مختلفة، بس البيزكس بتاعتها واحدة. فعلا ممتعة جدا، وجبة كاملة في بطاطساية هتعجبكم جدا، وممكن تعملوها بأي مكونات عندكم في التلاجة. يلا بينا النهاردة نشوف وصفتنا هتتعمل ازاي. وبناء على رغبتكم أنا خليت كل المكونات موجودة تحت في صندوق الوصف. يلا بينا نبتدي ونشوف وصفتنا، وإن شاء الله الوصفة دي هتعجبكم جدا. وما تنسوش لو عجبكم الفيديو لايك سبسكرايب، وكمان فعلوا الجرس لو حابين تشوفوا كل جديد. ويلا بينا نبتدي. اول حاجة هحتاجها بطاطس تكون كبيرة حجما زي ما انتوا شايفين كده، وكمان هغسلها كويس جدا بقشرها. هعمل فيها فتحات بسيطة بالسكينة على قد ما اقدر علشان تسهل عليا شويها وهي بالحجم ده. هغلفها في ورق الزبدة الاول قبل ما اغلفها بالفويل، علشان هدخلها الفرن لمدة ساعتين على الاقل. طبعا ورق الزبدة مهم جدا علشان نتفادى اضرار الفويل. هدخلهم بعد كده الفرن على درجة حرارة 180 لمدة ساعتين على الأقل. وطبعا أتأكد كل شوية من إني بغير مكانهم علشان يستووا من جميع الجوانب. أول ما البطاطس بتخرج من الفرن بضطر إني أستخدمها على طول، علشان أنا محتاجة البطاطس وهي سخنة. هشيل طبقة ورق الزبدة وهحتفظ بطبقة الفويل بس من تحت علشان يكون ليا كفر للبطاطس. تقدروا طبعا تحطوها في أطباق فويل لو حابين. هعمل فتحة فيها من النص بالشكل ده، وهبتدي أقلب البطاطس من جوه وأحاول إني أحاسب على الطروف. هضيف قطعة زبدة، وطبعا مهم إنها تكون بدرجة حرارة الغرفة، وهقلبها مرة تانية. ودلوقتي هضيف الجبنة الموتزاريلا. عشان الموتزاريلا تديكوا نتيجة حلوة لازم تطلعوها بره التلاجة قبلها ب3 ساعات على الأقل. هضيف رشة الملح ورشة الفلفل الأسود. زي ما انتوا شايفين، بصوا مطتها عاملة ازاي، فظيعة. هظبطها كويس على الجوانب، وهبتدي احشي البطاطس بالحشوات بتاعتي. من الاساسيات فيها سلطة الخضار بالمايونيز. وبعد كده بختار اللي اضيفه براحتي جدا. هضيف شوية من الفاصوليا الحمراء، وشوية من المشروم الفريش. وتقدروا تغيروا طبعا وتبدلوا في الحشوات زي ما تحبوا، مفيش اي مشكلة خالص. هضيف كمان شوية من الذرة الصفراء. واخر طبقة هضيفها جبنة جودة مبشورة، وبعد كده مايونيز. وبس كده. هكرر نفس الخطوة مرة تانية، وهغير شوية في الحشوات بتاعتها. أنا عارفة طبعا إن التحكم فيها بيكون صعب شوية لأنها بتكون سخنة جدا، بس بجد أفضل نتيجة بتاخدوها منها وهي سخنة. وهرجع أكرر نفس الخطوات مرة تانية، بس هبدل شوية في الحشوات.
وبس كده، وصفة سهلة جدا وبسيطة. طعمها هيعجبكم. انا كمان ضفت في الاخر شوية من الكاتشب، بيديها طعم حلو جدا جدا. جربوها هتعجبكم، وان شاء الله هستنى اسمع رأيكم في الكومنتات. ويعني مش قادرة اقول لكم بجد، دي من الحاجات اللي الاولاد بيحبوها جدا جدا. طعم البطاطس مع الجبنة مع الزبدة والحشوات المختلفة بيديها طعم حلو فعلا ومختلف. تقدروا تجربوها بحشوة الفراخ او باي حشوات تانية مختلفة انتوا حابين تجربوها بيها. ان شاء الله هستنى تجربوها وتقولوا لي رأيكم فيها، واشوفكم ان شاء الله في وصفة جديدة.